كريستيانو اعلن الحرب وبنزيما معرفش يسد. ده اللي حصل في جوله حاسمه من الدوري السعودي، خصوصا بعد اضراب كريستيانو وانتقال بنزيما للهلال. نبدا بكريم اللي جات له الفرصه على طبق من ذهب انه يوفي بكلامه لما صور نفسه في تدريبات الهلال قبل ماتش الاتحاد فريقه السابق، وكتب على الفيديو الامر لم ينتهي ابدا. وكان واضح ان فعلا النفوس بينه وبين لعيبه الاتحاد مش صافيه زي ما اتقال. وفعلا في اول 5 دقائق الهلال بيتقدم وبنزيما بيحتفل، وفي لقطه جدليه بعد 10 دقائق بيطرد زميله السابق في الاتحاد حسن كادش، وبنشوف بنزيما اول واحد بيروح للحكم وبيحتفل بعد الطرد. لكن كل ده ما كانش كفايه للزعيم لتحقيق الفوز، عشان حسام عوار يجي ويتعادل في الشوط الثاني للعميد ويخرجوا بنقطه وهم ب 10 لعيبه بس. والاهم في السباق دلوقتي هو النقطتين اللي وقعوا من الهلال، لان الناحيه الثانيه رونالدو ما سماش في الدقيقه 13 من ماتش الحزم والنصر سجل هدف قبل اصلا ما هديه الاتحاد والهلال تجيله. وده مش مجرد جول بيقربوا من الجول ال1000، لا ده الهدف ال 500 ليه بعد سن ال30. وفي اخر الماتش كده بيسجل ال 501 كمان عشان يأكد على اهم انجاز النهارده، مش اهداف كريستيانو ولكن انقضاض النصر على الصداره. كانه بيوجه رساله واضحه، اللي ما عرفتش اجيبه بره الملعب هجيبه بدراعي جوه الملعب. كريستيانو كمان بلقطه بسيطه كده رد على كل الاتهامات بانه تمرد على المشروع السعودي، ونزل الملعب بالبشت احتفالا باليوم الوطني في لقطه مش اول مره نشوفها من شخص بيظهر دايما حب للسعوديه. بس الصراع لسه ما خلصش وفاضل 12 جوله، فهل كريستيانو هينتصر في النهايه ولا صفقه بنزيما للهلال هتجيب لهم الدوري؟